فاكر زمان لما قلت لك بطل تدخين وانت ما ركزتش في كلامي؟ فاكر لما قلت لك ان التدخين هيأثر على شكل ابتسامتك وضحكتك وانت رميت كلامي في البحر؟ ادي دلوقتي فرحك الاسبوع اللي جاي وانت جاي تشتكي ان شكل ابتسامتك ولون سنانك مش عاجبك، لان التدخين عامل لك ريحه بق وحشه، عامل لك تصبغات جوه السنان. بغض النظر ان التدخين بيأثر على شكل ابتسامتك وضحكتك من بره، تعالى بقى اقول لك التدخين بيعمل ايه من جوه البق. اول حاجه التدخين ده حراره، بيأثر على الغدد اللعابيه، يقلل مستوى اللعاب في البق فيخلي بقك ناشف، حاجه اسمها دراي ماوس عندنا، وده بيئه نشطه لنشاط البكتيريا وبالتالي يزود مستوى التسوس عندك، سنانك ودروسك تسوس بسرعه. بيعمل التهابات في اللثه، التهابات اللثه دي بتعمل لحضرتك وجع وحساسيه اسنان مع الوقت، وبتحشر بواقي اكل ما بين السنان، بيزود نسب التسوس في اسنانك بعد كده. بيأثر على عظم الفك اللي واقف فيه السنان، مع الوقت بيقل وصول الدم للعظم ده، فمع الوقت تلاقي السنان بتتلخلخ وممكن تخلعها وهي ما فيهاش اي نسبه تسوس. حضرتك عايز تزرع عشان تعوض السنان المخلوعه دي، مش هتعرف تزرع، لان في الاخر مش هيحصل تلاحم عظمي معدني ان الزرعه تعشق جوه العظم ده، لان هو مش بيوصل له غذاء كفايه. اخطر نقطه بالنسبه لنا بقى ان التدخين ده بيعمل حاجه اسمها وايت ليكوبليكيا، يعني باتشات بيضه بتبقى موجوده في خدك من جوه او على اللسان او تحت اللسان، لا قدر الله لا قدر الله ممكن مع الوقت تعمل لحضرتك سرطان في الفم. يعني خلاصه الكلام يا عريسنا، الكلام مش موجه لحضرتك بس، لا موجه لاي مدخن تاني. التدخين مش بيأثر على شكل اسنانك بس من بره وشكل ضحكتك، لا ده بيأثر على اسنانك من جوه، فحافظ على اسنانك وبطل تدخين.